السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد الإعلام العربي بيتكلم عن صفقة التسليح للجيش المصري يا جماعة، صفقة التسليح القوية للجيش المصري اللي عاملة قلق ورعب وفزع لإسرائيل. بيقول لك الجيش المصري ده مجنون، بيعمل كل ده ليه وبيتسلح بالصفقة الكبيرة دي ليه؟ تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نسمع الفيديو ده ونعرف مصر بتعمل كده ليه ونرجع تاني. يلا بينا. على ضفاف النيل العظيم يقف الجيش المصري شامخا كما وقف أجداده الفراعنة أمام أعتى التحديات عبر التاريخ. جيش لا تثنيه التحديات ولا تطفئ جذوته المؤامرات، يمضي بخطى ثابتة ليحجز مكانه بين أقوى جيوش العالم. ومع كل خطوة يخطوها نحو تعزيز قوته تتسرب مشاعر الخوف والقلق إلى دوائر صنع القرار في إسرائيل، ويصدح الإعلام الإسرائيلي بعبارات تحمل في طياتها الرعب من هذا العملاق المتعاظم الذي أصبح بنظرة الأصدقاء والأعداء رقما صعبا في معادلة الأمن الإقليمي. قوة لا تنحني ووطن يحميه جيش جعل من قوته درعا وسيفا يقظا أمام أي تهديد. نفتح النقاش حول هذا الملف. ينضم إلي من القاهرة العميد محمود محي الدين الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، ومن الناصرة الأستاذ نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العميد محمود محي الدين. إذن صفقة التسليح الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة والتي تعد الأكبر في السنوات القليلة الماضية، ما الذي يجعلها مثار قلق إسرائيلي لدرجة أنه وسائل إعلام إسرائيلية عنونت الحديث والتقارير حول هذه الصفحة بعنوان جنون تسليح الجيش المصري؟ أهلا بحضرتك دكتور عمرو والضيف الكريم. أنا بتصور أن الهواجس الإسرائيلية والجنون هو جنون إسرائيلي، جنون إسرائيلي، وهي رسائل للداخل الإسرائيلي بالتأكيد بغرض توحيد الجبهة الداخلية في إسرائيل خلف القيادة السياسية الحالية التي تخشى أنها إذا سقطت خلال هذه المرحلة فإنها لن تعود بصورة أو بأخرى مرة أخرى لحكم إسرائيل. فيما يتعلق بتسليح الجيش المصري، الجيش المصري في حالة نمو مضطرد طبقا لطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وإسرائيل ليست تحدي فقط للدولة المصرية ولكن هناك تحديات أخرى على عدد كبير من الجبهات، الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية وجبهة حوض النيل وفكرة الهجرة غير الشرعية ومنطقة شرق المتوسط. لذلك نحن في مصر عندما نبني استراتيجية للأمن القومي لا نضع فيها إسرائيل فقط كجارة ولا نضع إسرائيل فيها كعدو، ولكن نحن نضع مجموعة من التحديات الكبيرة. هذا يتطلب من الجيش المصري أن يكون له قدرة على الردع وقدرة على الصد وقدرة على تحويل عملية الدفاع إلى عملية الهجوم، لأن
مقدرات الدولة المصرية في هذه المرحلة والعشر سنين الماضية بعد ما يسمى ثورات الربيع العربي وسقوط سياسي لعدد من الدول الإقليمية المجاورة وانتشار الإرهاب العابر للحدود وخلافه، فضلا على النزاع والصراع في منطقة شرق المتوسط. كل هذه تحديات أمام الدولة المصرية، وبالتالي هذا يتم ترجمته من خلال الذراع القوية للشعب المصري وهو القوات المسلحة المصرية. نعم. الجنون الإسرائيلي الآن بجنون القوة، ويتصور الجانب الإسرائيلي أنه هزم حماس وهو يحارب يعني مواطنين عزل في مساحة ضيقة من الأرض، أو انتصر في لبنان على ميليشيا. ولكن الجيش الإسرائيلي منذ عام 73 وحتى الآن لم يحارب جيش نظامي. وعندما حارب الجيش المصري على جبهة سيناء من أجل التحرير ومن أجل الدفع قدما بعملية سلام شاملة مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الأرض بوساطة أمريكية، كانت إسرائيل في حالة من غرور ونشوة الانتصار في 67. نعم. لذلك نحن نراقب ونتابع بصورة أكيدة أن هناك متغيرات قام بها المؤسسين لدولة إسرائيل. على سبيل المثال الجيل المؤسس زي مناحم بيجن وشامير وجولدا مائير، ووضعت في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي طيب. مادة رابعة تتعلق بالحفاظ على حالة السلام مع مصر. لذلك ليس من المفهوم وليس من المبرر هذه الهجمات الإسرائيلية التي تحاول أن تشيطن فكرة تسليح الجيش المصري. الجيش المصري سيتسلح اليوم وغدا وبعد غدا طبقا لطبيعة التحديات وطبقا لطبيعة التزامات الجيران. كل هذه معطيات لابد أن تنظر إليها الدولة المصرية بقوة. ويتصادف طبعا في هذا الشأن أن هذه الصفقة على وجه التحديد الخاصة بالدبابات المصرية، وهي دبابات أمريكية الصنع برامز M1A1. عملية التطوير هي عملية تطوير حل معادها فيما يتعلق باستخدام هذه الدبابة. هذه الدبابات متواجدة في الخدمة منذ التسعينيات. طيب اسمح لي يا سيادة العميد، الجيش المصري يعني عفوا على المقاطعة، لكن يعني كلامك رائع، لكن يجب أن أشرك معي ضيفي العزيز الأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير، مرحبا بك مجددا من الناصرة. يعني محاولات شيطنة الجيش المصري كما يقول ضيفي العميد محمود محي الدين، يعني ما السبب؟ هل هي يعني رسائل للداخل كما قال ضيفي في القاهرة؟ مرحبا بك دكتور عمرو وبالضيف الكريم وبالأخوة المشاهدين المشاهدات. في الواقع الإسرائيليون يعني يتخذون مواقف من تسليح الجيش المصري منذ سنوات طويلة، وبالأساس من كان يحذر من خطورة هذا التسلح هو اليمين المتطرف. فإذا لاحظنا من الذي يتحدث بهذه الروح هي بالأساس وسائل الإعلام التابعة لليمين المتطرف، مكور ريشون، القناة السابعة، إسرائيل اليوم، هؤلاء. والجديد هو أنه جاءت هذه الصفقة مع الولايات المتحدة من دون أن يعرفوا التفاصيل في إسرائيل. ثانيا بدأ يتحدث عدد من الخبراء في هذا الشأن ويتساءلون هل هذا التسلح هو جزء من طبيعة تطور الجيش المصري فعلا. فيعني هناك من يفهم بإسرائيل أن مصر لديها الجيش رقم 12 في العالم من حيث قوته. يتحدثون عن سلاح البحرية. مصر هي الدولة الثالثة في العالم التي يوجد لها حاملة طائرات بحرية، ومصر ليست دولة عادية يعني عابر، هي دولة عظمى في المنطقة. ومن يريد أن يتعاطى مع مصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنها دولة عظمى في المنطقة، ومن يريد أن ينافسها فيجب أن يجري حساباته جيدا. لكن القوة الرسمية التي تقود إسرائيل لم تتحدث في هذا الموضوع الآن، ولا ترى في ذلك خطورة إلا في مقاييس المستقبل، يعني بحيث أن اليوم العلاقات علاقات سلام، لكن إذا كانت مصر ستزداد قوة فهذا تطور طبيعي. كيف تتعامل معه إسرائيل، خصوصا وأن هنالك يعني بالنسبة لإسرائيل يوجد تحول، أن الجيش المصري كان بالأساس بأسلحة سوفيتية، الآن لديه فرنسية وألمانية، ومع الولايات المتحدة الآن بهذه الدبابات التي سيتم تحديثها، وهي هذا المبلغ الأكبر من ال5 مليارات دولار، يعني يتحدثون 5 مليارات، 4.5 منها لتحديث الدبابات المصرية مثل ما تفضل الأستاذ محمود. طيب سيادة العميد محمود، واستكمالا لما تفضل به
الأستاذ نظير، يعني وسائل الإعلام التي تحدثت عن هذا الموضوع بشكل يبدو فيه يعني تلمس فيه حالة الفزع في تقارير هذه الصحف وهذه القنوات، يعني منها قناة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية وهي التي تعد يعني أحد الأذرع الإعلامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية، تحذر أو يحذر هذا التقرير من تعاظم قوة الجيش المصري، ويقول في أنه في سباق تسلح، ويتساءل هل سيوجه هذا السلاح إلينا؟ طيب، يعني ما تفسير هذا الخوف في ظل يعني السياسة المتزنة التي تنتهجها القاهرة منذ أن وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل؟ كلام حضرتك مظبوط يا دكتور عمرو. أولا اتفاقية السلام والملحق الأمني يعني هي مضرب للمثل في العالم لفكرة التزام دولتين بما تم تحريره والاتفاق عليه. على مدار السنوات ال45 الماضية بنيت علاقات متينة جدا وقوية فيما يتعلق بإجراءات تأمين الحدود من الطرفين، وفكرة دراسة القضايا المشتركة حتى الحوادث العابرة في هذا السياق الزمني يتم دراستها بصورة عقلانية ما بين ضباط مهنيين من الطرفين، وهناك هيئة اتصال لكلا الجانبين تجتمع بصورة دورية وترفع تقارير إلى اللجان العسكرية المشتركة، وفي حالة انعقادها ترفع هذه اللجان تقارير للمستويات السياسية. وأضرب لسيادتك مثل الحرب الحالية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وفي لبنان. خلال هذه المرحلة كان من الواضح أن هناك تباين كبير جدا في الرؤية السياسية لقيادات الدولتين. الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطوطا حمر فيما يتعلق بعملية التهجير أو الرد على الموتورين والمهووسين في اليمين المتطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو فتح معسكرات للجوء. صدر قرار سياسي وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هذا لن يتم، وأن مصر ستستمر في غرس فكرة الانتماء والبقاء لسكان قطاع غزة من خلال تقديم المعونات، وأيضا العمل على احتواء هذه الأزمة في محيطها الجغرافي في قطاع غزة. وأصدر تكليفاته لأجهزة الأمن المصرية بفتح طاولة مفاوضات ما بين كافة الأطراف. يعني ثبت للجانب الأمريكي مدى مصداقية وقدرة مصر على إدارة هذه الأزمة، باعتبار أنها دولة مركزية هي الأساس في الاستقرار، عامل الاستقرار والسلام والأمن في هذه المنطقة، خاصة وأن إسرائيل تمر بمرحلة خطيرة جدا يسيطر فيها المتطرفين على القرار السياسي في إسرائيل. النقطة الثانية حضرتك أن الجيش المصري على مدار هذه الفترة الزمنية عندما قرر المشير عبد الفتاح السيسي وهو وزير للدفاع قبل أن يكون رئيس الجمهورية أن يوجه القوات المسلحة لفكرة درء المخاطر ومكافحة الإرهاب في منطقة شمال ووسط سيناء، هل استأذنا من الجانب الإسرائيلي؟ هل يعني حدث إخلال من الجيش المصري بإجراءات تأمين للحدود البرية ما بين مصر وإسرائيل؟ وهي تبلغ على الخريطة 220 كيلو وتبلغ على الأرض طبقا للتضاريس أكثر من 245 كيلو. هذا لم يحدث أبدا. إذن الجيش المصري والدولة المصرية طالما وأبدا التزمت بكل مفردات الأمن بكل قوة وبكل نزاهة وبكل قدرة واحترافية. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو واشتراك في القناه، ويا ريت كمان تكتب لي رايك في الكومنتات. وزي ما احنا عارفين يا جماعه ان مصر بتواجه مشاكل كبيره جدا من جميع الجبهات يا جماعه، ومن جميع الجهات، من ليبيا ومن طبعا من عند وفلسطين واسرائيل، وطبعا زي ما احنا عارفين كمان السودان. مشاكل كتيره جدا بتواجهنا من جميع الجبهات. فاللي بيعمله الجيش المصري ده يا جماعه حاجه بصراحه حاجه تشرف. اللي بيعمله الجيش المصري واللي هو واقف ويقدر يحمي الحدود دي كلها حاجه تشرف يا جماعه. اوعى تستهتر باي حاجه بتحصل، كل حاجه معمول حسابها ومعمول الخطط بتاعتها يا جماعه. لكن تعالوا بنا مع بعض نخش نكمل الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. ما يخيف إسرائيل
هو حالة العداء التي انتشرت بين الشعوب في الشرق الأوسط وأبرزها الشعب المصري، لأن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى المجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما زالت ترتكب في الضفة الغربية. علما يا دكتور عمرو أن هناك تجانس تاريخي وعضوي ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. نعم. أقرب شعب للشعب المصري في المنطقة هو الشعب الفلسطيني، وهذا لا يمكن أن نغير، أو مؤسسات الدولة أن تغير رؤية الشعب أو تغير إحساس الشعب بحالة البغضاء والكراهية تجاه الجانب الإسرائيلي. هذا ما يجب أن يتم معالجته إسرائيليا. طيب. في خلال ما يدعي نتنياهو وزمرته نقطة الحاكمة مهمة. بفكرة التعايش والدمج في المنطقة. نقطة مهمة جدا أنقلها إلى ضيفي الأستاذ نظير مجلي، ولكن أضيف إليها أنه يعني كما يرى العالم كله، إسرائيل يعني فتحت جبهات في كل الاتجاهات، عدة جبهات تحارب على عدة جبهات. هل ذلك يؤثر على نظرة نخبتها السياسية الإعلامية العسكرية، على نظرة هذه النخبة تجاه الجيش المصري، تجاه تسليح الجيش المصري؟ يعني ليست المرة الأولى التي يتسلح فيها الجيش المصري، ويتسلح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، صفقة مصرية أمريكية. يعني ما الجديد الذي جعل وسائل الإعلام القريبة من الحكومة تعبر عن هذا الفزع بهذه الطريقة؟ لا، الصحيح أن هذا الفزع ليس جديدا. يعني عادة كل مرة كانت يتم تسليح بها الجيش المصري، كل تقدم للجيش المصري كان يزعج الإسرائيليين. هم يخشون من وجود جيش قوي كهذا. وفي بعد 7 أكتوبر إسرائيل تعيش عقدة 7 أكتوبر سنرى فيها أشكال جديدة من السياسة الإسرائيلية والتناقضات الإسرائيلية والعقد الإسرائيلية من بعد هذه الفترة. سيرون في كل شيء أمرا مخيفا، خصوصا وأنه يعني هنا كانت نقطة بالغة الأهمية ذكرها العميد محمود، هي قضية عداء الشعب المصري للسياسة الإسرائيلية. هذا العداء حتى بعد كامب ديفيد لم يكن السلام بين شعبين بسبب السياسة الإسرائيلية التي مورست بحق الفلسطينيين بشكل خاص وعموما تجاه العرب. هذا العداء هم يعرفون نوع العلاقة الوطيدة ما بين الشعب المصري والجيش المصري. هذا الانسجام بين الشعب والجيش في مصر والمعروف وثبت بشكل خاص في السنوات 20 الأخيرة. هم يدركون أن هذا من الممكن أن يؤثر، يعني موقف الشعب على موقف الجيش في مثل هذه الظروف فوضع بالغ الخطورة، خصوصا وأن إسرائيل كان لديها فعلا مخططات ترحيل والجيش المصري تصدى لها. ويوجد نقطة مهمة للغاية في الرؤية الإسرائيلية، أن تسلح الجيش المصري جاء بانسجام تام مع العرب، مع الدول العربية خصوصا الإمارات والسعودية، وأن المسألة فيها انسجام أيضا لتطور التسلح لدى الجيشين هناك. وكل الرؤية المتطورة لسنوات القادمة أن يضعوا خطط استراتيجية للنهوض في البلد خلال فترة عشرات السنين. هذه الأفكار وهذا التوجه الحصري للدول وخصوصا مصر والسعودية والإمارات يزعج القوى اليمينية المتطرفة في إسرائيل، التي تدرك أن سياستها تخلق فقط عداء في المنطقة بدل أن تستفيد من الفرص المتاحة لها لإحداث تغيير وتستفيد استراتيجيا من الناحية السياسية. نعم. وتحاول بالوقت الحاضر أيضا أن تؤثر على الولايات المتحدة، لعلها تستطيع أن تجهض قسما من هذه الصفقات على الأقل. طيب، هذه الصفقة تحديدا يعني بعض من تفاصيلها أنت أشرت إليه سيادة العميد محمود، يعني هل يعني تؤثر على موازين القوى العسكرية في المنطقة؟ يعني عندما تابعنا ما صدر عن الخارجية الأمريكية من بيان بعد الإعلان عن هذه الصفقة، يعني قرأنا في هذا البيان أن الصفقة تعزز السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي عبر تعزيز أمن حليف استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو وشريك أساسي في الشرق الأوسط. هكذا وصفت الخارجية الأمريكية مصر، حليف استراتيجي رئيسي من خارج حلف الناتو وشريك أساسي في الشرق الأوسط. ألم يكفي ذلك يعني تبديد المخاوف التي ظهرت لدى جيراننا؟ يعني
بالتأكيد الجانب الأمريكي، يعني الخارجية الأمريكية أعلنت وصفا دقيقا لطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، وهي ممتدة على مدار قرابة 50 عام حتى الآن، فيما يتعلق بإعادة تسليح الجيش المصري من الشرق كاملا إلى الغرب ثم التنوع. لذلك سنجد أن هناك تجارب فيما يتعلق بالتعاون المشترك بين الجيش المصري والجيش الأمريكي، وأنا أتصور أن هذا ما يزعج إسرائيل، أن الجيش المصري والجيش الأمريكي هناك شراكة على أساس استراتيجي تلتقي فيها المصالح، ولكن الجيش الإسرائيلي هو جيش تابع، هو لا يتمتع بهذه الاستقلالية التي يتميز بها الجيش المصري في علاقته بالجيش الأمريكي، وبالتالي الدولة المصرية والدولة الأمريكية. هذا موضوع يزعج إسرائيل تماما، لأن في حالة على سبيل المثال تعبئة الحالة السابقة والحالة القادمة، السابقة فيما يتعلق بتعبئة يعني الجيوش، 29 جيش على مستوى العالم للدفاع عن الكويت عام 91 لم تستدعى إسرائيل ولا يمكن أن تستدعى، ولكن الجيش المصري هو من نسق وقاد مع الجيش الأمريكي عملية تحرير الكويت. ويرى الجيش الأمريكي وترى الدولة الأمريكية على المستوى الاستراتيجي أن هناك دول إقليمية محورية لابد أن تكون هناك علاقات استراتيجية كاملة. على سبيل المثال في الشرق الأوسط دولة بحجم مصر، والآن تنمو العلاقات الأمريكية على سبيل المثال مع المملكة المغربية فيما يتعلق بالساحل والصحراء. لذلك هذا يزعج إسرائيل، أن هناك دول إقليمية سيكون لها أدوار في المستقبل بالشراكة مع الجانب الأمريكي كشراكة كاملة، وليست شراكة عسكرية فقط، هي شراكة اقتصادية وسياسية وتعاون كامل فيما يتعلق بالقضايا المشتركة. وهذا يقلل من شأن إسرائيل كما تريد أن تخلق لنفسها مستقبل الهيمنة في الشرق الأوسط. وأتصور أن وجود دولة بحجم مصر بهذه المركزية وهذا التاريخ القديم المتجدد وعلاقة الشعب وجيشه وقيادته السياسية، هذا بكل تأكيد يزعج إسرائيل إزعاج كبير جدا، وينتقص من الأدوار التي يحلم بها اليمين الإسرائيلي. وأيضا حتى من ضمن التقارير يا أستاذ نظير التي طلعناها في الآونة الأخيرة، التقارير الإعلامية، أيضا مخاوف من امتلاك مصر عدد كبير من الدرونز، المسيرات، الطائرات بدون طيار. لكن هل يمكن أن تغير إسرائيل من حساباتها في المستقبل القريب؟ يعني نحن في خضم حروب تخوضها إسرائيل مع عدة أطراف، يعني هل يمكن أن هذه النخبة الحاكمة هل يمكن أن تغير حسابات إسرائيل فيما يتعلق بمصر؟ بالنسبة لليمين المتطرف الحاكم الآن والقوى التي إلى يمينه أيضا وهي شريكة في الحكم، الرؤية عدائية والخوف كبير، ويريدون يعني أيضا الشهية في بعض الأحيان تكبر، خصوصا بعد تدمير الجيش السوري بخلال 72 ساعة في العمليات الحربية الإسرائيلية. هناك من فتح شهيته أيضا وبدأ ينظر بهذه الرؤية السلبية. لكن إذا أردنا أن نأخذ الدولة العميقة في المجتمع الإسرائيلي وتلك القوى التي تحارب الآن من أجل إسقاط حكومة نتنياهو وتريد لإسرائيل أن تكون جزءا لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط برؤية أخرى، ستجد في مصر حليفا، خصوصا وأن القيادة المصرية قيادة يعني متزنة وتدير سياستها في المنطقة بأسلوب راقي وبأسلوب فيه الكثير من التعاون والتنسيق مع مختلف القوى في العالم، ولا تضع يعني كل سلتها في مكان واحد، إنما تفكر بطرق متعددة. مصر الجيش المصري ما زال يقيم صفقات أيضا مع الجيش الروسي، يعني و2 مليار دولار طائرات سوخوي 35 امتلكتها مصر من روسيا قبل 3 سنوات فقط. فعمليا هي متعددة وهي مستقلة. لا يريدون رؤية إسرائيل مصر بهذا الشكل، لكن القوى الأساسية التي تحارب الآن من أجل تغيير النظام في إسرائيل لا يوجد لديها نظرة إيجابية ولا ترى خطرا في تنامي قوة الجيش المصري بهذا الشكل. في دقيقة ونصف يا سيادة العميد أريد تعليقا منك على هذا الكلام. هل بالفعل يعني الدولة العميقة في إسرائيل لا ترى مصلحة في يعني أن تكون مصر عدو لها؟
أتفق تماما، ونحن لدينا معلومات ولدينا علاقات مع الدولة العميقة في إطار عمل مؤسسي. هم لا يرون ما يراه السياسيين، بل بالعكس يرون في مصر شريك موثوق، ويرون في مصر دولة صاحبة رؤية، ويرون في مصر جيش قوي محترف لديه علاقات وشراكات مع عديد الدول في العالم. وبذكر سيادتك لفكرة حلف الناتو، أن مصر شريك خارج حلف الناتو، وأكد لحضرتك أنني كنت عضو البرلمان المصري في برلمان حلف الناتو كمراقب. مصر دولة لها مقدرات قوية، ولا يمكن استعدائها، لا يمكن استعداء مصر. وما يطرحه السياسيون المتطرفين في إسرائيل بالتأكيد سيعود على أثر سلبي على طبيعة العلاقات في المستقبل. النقطة الأخيرة، أحب أن أشير أن بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي ببناء قوة صاروخية تحت مسمى مهاجمة إيران. لذلك هم عندما يتحدثون عن قدرات مصر لا يتحدثون عن القدرات التي تطمح لها إسرائيل، وهذا لا يمكن أن ننظر إليه بصورة سلبية، بل بالتأكيد سنضع في اعتباراتنا دائما أن نكون أيضا في المقدمة. طيب في دقيقة يا أستاذ نظير، هل ربما هذه الشوشرة، هذه الضجة من قبل الإعلام الموالي للحكومة الإسرائيلية ربما يهدف إلى تسويق زيادة الإنفاق العسكري لكي يعني تمنح حكومة نتنياهو المزيد من الأموال؟ لا، أنا أريد أن ألفت النظر أن هذه ليست أول مرة تكون فيها ضجة كهذه، عادة تكون مثل هذه الضجة. ثانيا، المواطن الإسرائيلي اليوم يعني سيدفع ثمن هذه الحرب من الناحية الاقتصادية بسكوت وبصمت. مشكلته في هذا الموضوع ليس أنه يجب أن يعوض عن سياسة مصروفات الحرب، بل الخوف من سرقة هذه الأموال بواسطة هذه الحكومة التي تدير شؤون الدولة بطريقة فساد وفوضى ومن دون مسؤولية، وتعطي للأحزاب أكثر مما تعطي للدولة وللحاجات الاجتماعية. فمن هذه الناحية لا أعتقد أن هذه هي المشكلة في إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نظير المجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة. ومن القاهرة الشكر موصول لضيفي العميد محمود محي الدين الباحث في شؤون الأمن الإقليمي. شكرا جزيلا لكم. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما احنا سمعنا مع بعض الفيديو يا جماعه، ادي الفيديو، ادي كلام طبعا المحللين العسكريين عن تسليح الجيش المصري وقوه الجيش المصري يا جماعه، وقوه الجيش المصري في المنطقه اللي بيواجه مشاكل كتيره جدا وبيواجه طبعا ازمات كتيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله قدها وقدود يا جماعه، ويقدر يقف قدام اي حد، واي حد يحاول يجي علينا هنحطه تحت رجلينا. صح ولا يا جدعان؟ صح ولا؟ اوعى تكون مثلا اسرائيل دي فاكره ان هي مثلا بتحارب شويه ميليشيات وبتحارب شويه ناس عزل معهمش سلاح تيجي تفرض عضلاتها علينا. لا، مش علينا، مش علينا. ده احنا بص بقول لك ايه، ده احنا خلصنا على الفرنسيين والانجليز بغطيان الحلل، بغطيان الحلل. صح، على ما سمعنا طبعا هم كانوا بيضربوهم بغطيان الحلل مش باسلحه. احنا الفيديو خلص، الفيديو خلص، مش هتكلم اكتر من كده. سلام.